نسمع كتير عبارة politics is a marketplace of ideas. لا شك إنه السياسة لازم تكون سوق للأفكار، بس بلبنان السياسة منا سوق للأفكار. للأسف السياسة بلبنان صايرة سوق للأوهام والمزايدات والضغائن والمكايد والجهالات. كل هالخصال البشعة بتشكل بلبنان خلفية الميول والمواقف السياسية. والسؤال هون، وين الصواب السياسي؟ وكيف فينا نقنع النخبة المتعلمة بهيدا الصواب؟ اللي بيقول لازم نصغي لآراء كل الناس بكل المسائل هو بينطلق من حقيقة ظاهرة مقبول بس باطنها ملغوم. صحيح إنه ما في حدا يملك الحقيقة المطلقة، بس عمهلكن شوي. الديمقراطية العددية مقبرة الفكر، فلا يصح أن تمارس السياسة على طريقة ما يطلبه الجمهور. وأبلغ ما قيل بهالمجال هو قول أفلاطون: لو خيرت الحمير لاختارت الشعير. عبارة قاسية بس مزبوطة، لأن عامة الناس ما بيعرفوا صالحهم، والواجب السياسي هو السعي لتمرير ما يفيد الناس ولو خالف أهوائهم، بشرط أنه تسعى الممارسة السياسية لتقديم ما هو مكروه شعبياً بقوالب مرغوبة قدر المستطاع. وهون يسهم علم الاجتماع السياسي بنظرية الوكذة نادج ثيوري حتى تقترب خيارات عامة الناس بدرجة أكبر نحو ما ينفع المجتمع بأسره. نصف المعرفة أخطر من عدم المعرفة، وبتقتصر معرفة أصحاب مقولة السياسة سوق للأفكار على أنه علم السياسة انطلق من الفلسفة ومن النظريات الطوبوية، وهيدا صحيح، بس ما كانوا يواكبوا جديد علم السياسة يلي خرج كلياً من الميتافيزيكس وصار من العلوم ذات الأصول والقواعد، بل وحتى التجارب المثبتة، لا سيما مع ظهور النظرية السياسية الفاجر أكل مال التاجر. وبعد أن عملت الميليشيات في لبنان طيلة عشرات السنين على تكريس المشاعر السلبية بين شرائح الشعب، بات معظم الناس يهتفون بالشأن العام ليس من منطلق البهجة والتحسين والانجذاب إلى ما هو أجمل وأجدى، بل من منطلق الكآبة والخوف من الآخر، البعبع طبعاً. حتى صار الشأن العام اللبناني حفلة جنون جماعي ومشاعر سلبية متدفقة تحول دون أعمال العقل بشكل سليم. ولو كان عنا أحزاب وطنية بدل الميليشيات لصح القول بأنه السياسة سوق أفكار. نعم، لأنه السياسة لازم تكون سوق أفكار، بس مع التجهيل المتعمد لأبناء المجتمع بتبرز الحاجة لنخبة تغييرية فوق العادة، تفهم بعمق متطلبات النهوض وتدرك أن لا تغيير في لبنان إلا بتغيير النظام السياسي وركيزته الدستور. لا يصح أن ننتظر من العامة معرفة الأبعاد السياسية والمرام الحضارية وهن غرقانين بالأمية السياسية. طب كيف بدنا نستمزج آراء ناس مش سامعين بالفئة الرابعة من حقوق الإنسان، وهن كمان مش عارفين أصلاً إنه دستور بلدهم ما بينص حتى على الفئة الأولى منها؟ للاستزادة فيكن تطلعوا على كتاب الإنعاش السياسي يلي هو حصيلة جلسات عصف ذهني نظمتها جمعية صون حق التعبير.